متقفل يعني. لا اقفلوا بقى شويه معانا. شيكابيكا شيكابالا يا شيكا. شوف يا شيكا عامل ايه يا كابتن يا ابني وحشني. وانت كمان والله. العيال عمالين يقولوا فيك شعر وبيحبوك مش عارفين اللي فيها اصلا. بس انت مش ملاحظ حاجه ولا يا كابتن شوبير؟ ايه هي بقى؟ العيال بقت شيك قوي. شيك عشان اصحاب شيكا يعني. ربنا يخليك كده. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا كابتن. طمني عليك الاول، قول لي الاصابه اخبارها ايه والامور عامله ازاي؟ انا شد بس مزق كده في الاماميه، يقعد 10 ايام راحه يا كابتن. ان شاء الله ارجع العب تاني بعدهم ان شاء الله. طيب يعني العلاقه بينك وبين المدرب بعد رحيل برونو ميتسو، وانا عارف كان علاقتك بيه اكتر من ممتازه. الامور ماشيه ازاي هناك؟ لا ماشيه كويس، راجل محترم برضه اللي جاي يا كابتن. والامور ماشيه كويس مع الراجل الجديد. طيب هل بالفعل زي ما سمعنا انه النادي طلب انه يجدد العقد سنه وانت رفضت؟ لا خالص يا ما حصلش. هم الناس كلموني قلت لهم انتوا عندكم نادي الزمالك اتكلموا معانا. يعني انت ما عندكش مانع مبدئيا يعني؟ لا ولسه في عروض ثانيه جات لي برضه يا كابتن. في الامارات ولا خارج الامارات؟ لا بره اوروبا. ان شاء الله، وهبعتها خلال الايام اللي جايه دي على النادي. طب ما تقول لنا بقى فين، خليك جدع كده يعني. بيني وبينك هقول لك بيني وبينك. طب ما بيني ما فيش. اقفل يا ابني المكان. طب في المكان. انا سمعت المانيا. في يا كابتن المانيا برضه. في المانيا. روسيا، وفي من روسيا وروسيا. لا ابعد عن روسيا، الجو صعب جدا، مش هتتاقلم هناك حقيقي بجد. تركيا، وفي تركيا يا كابتن. كويس. يعني ربنا يسهل ان شاء الله. حابب تخوض التجربه في اوروبا ولا حاسس بالدفء هناك في الامارات يا شيكابالا؟ هم ناس محترمين جدا يا كابتن. ناس محترمه فعلا. بس انا حابب اطلع اوروبا. يعني لسه لحد دلوقتي بشوف هقعد ولا هكمل ولا هطلع اوروبا السنه الجايه. مبسوط بالتجربه؟ برجع يعني انت جبت جوان كتير ما شاء الله وصنعت جوان كتير، بس ظروف الفرقه مش مساعده قوي السنه دي، لكن مبسوط بالتجربه شيكابالا السنه دي؟ مبسوط يا كابتن. على الاقل الواحد بيلعب. على الاقل الواحد بيلعب. يعني انا هم فعلا هم صعبانين عليهم، هم كانوا طالعين طلعه كويسه. كان نفسه يكملوا. بس الظروف ما خدمتهمش يعني. بس ان شاء الله يطلعوا بره باذن الله ان شاء الله. شيكابالا طمني على علاقتك ببرادلي مدرب المنتخب، يعني بحس انها كويسه يعني. ترجم لي. راجل محترم جدا 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 فعلا. وهي الظروف ما خدمتوش برضه يا كابتن. ما خدمتوش صح. ما فيش كوره، ما فيش كوره دلوقتي. بس الراجل ده يعني لو كان في دوري كنا هنبقى احسن من كده معاه كمان. هل حاولت الاتصال بالكابتن حسن شحاته في الايام الاخيره ولا ما حصلش؟ لا ما حصلش. هل هتحاول تكلمه؟ ما كلمتوش. بس انا عارف لما كان عيان، لما كان عيان في بعد المشكله على طول انا حاولت اروح له بس ما ينفعش يعني. ما ينفعش انت تروح له ليه؟ ده الراجل وانا في الامارات وانا في قطر اتكلم عنك كويس قوي. لا انا سمير عندي كلم كريم، بس كريم قال له لا مش هينفع. لا ينفع ونص وثلاث ارباع كمان لو انت موجود في القاهره وهو موجود. الراجل وانا في قطر كان قال لي ده ابني، قال لي لا وانا يا كابتن انا بحبه كمان. بس هي في ساعات يا كابتن شوبير زي ما انت عارف الواحد بيبقى ما كانش فيه كوره ساعتها. ما كنتش حابب ان انا اخرج، عايز العب، عايز اكمل. بقالي كتير ما كناش بنلعب كوره. فكنت حابب ابقى موجود يعني في الملعب. لكن قد ايه نرفزه ملعب. بس انا راجل كابتن حسن بحترمه جدا وبحبه جدا طبعا. ده كلام جميل، لان انت في مكان وهو في مكان دلوقتي، وبعد ما خلصت الازمه ده كلام جميل ان انت تقوله. شيكابالا حاسس بزملاتك هنا في النادي وتقدر تعمل لهم ايه؟ والله يا كابتن انا يعني اللي انا اقدر اعمله يعني اي حد يجي يتكلم معايا اللي انا اروح اطلع في نادي بره بكلمهم على اللعيبه اللي في مصر فعلا، وبوري لهم سيدات ليهم وبوري لهم كل حاجه. يا رب حد فيهم ممكن يطلع ان شاء الله. عايز اخد رايك في عمر جابر بقى والشياكه اللي هو الطقم اللي هو مطقمه الاول، وبعدين اخد رايك في عمر جابر اللعيب. عمر جابر يا كابتن مغديني سمك النهارده. اوه عملت لنا سمك. ايوه كمان انت بتغدي عنده في البيت بقى. يعني ما كانش عازمك بره. الحلقه بعافيه شويه دلوقتي في البيت يعني. وهي اللي عازماه كمان. انا مش هو. يعني ده اقصى حاجه عنده السمك. اخر. تحب انت عمر جابر؟ طبعا يا كابتن ده اخويا. لا ايه رايك في عمر كلاعب؟ لعيب جامد قوي يا كابتن. لعيب جامد. وعمر كمان يا كابتن على فكره هو احسن من كده 100 مره والله. يعني هو السنه اللي فاتت دي لو كان الدوري اتلعب كنت هتشوف حاجه ثانيه خالص. طيب قبل ما اخد رايك في محمد ابراهيم، رايك في الاهلي في اليابان؟ انا شايف يا كابتن والله كان ممكن الاهلي يلعب فاينل سهل. كان يلعب فاينل سهل. بس هي يعني نعذرهم برضه كابتن ما كانش فيه كوره والناس بقى لهم كتير ما بيلعبوش. عملوا اداء مشرف يعني صراحه. عملوا اداء كنت قاعد كنت هتتجنن. كان نفسك الاهلي يكسب يا شيكابالا؟ طبعا يا كابتن. طبعا. طبعا. ومدي منظر حلو هناك في الامارات للناس كلها.
اه طبعا. يعني الناس لما كان الاهلي بيكسب يا كابتن ثاني يوم في الفرقه بيقولوا لي مبروك. فعلا. دي كفايه يعني. حاولت تكلم حد من اصحابك من هناك من اللعيبه ولا ما فيش علاقه خالص؟ لا تليفوناتهم ما كانتش شغاله خالص. بس هم اصحابي كلهم. مين بقى مين اقرب واحد ليك في الاهلي دلوقتي؟ لا كتير. لا اديني قول لي كده 3. عاشور طبعا معايا في المنتخب مع احنا صغيرين. قلب الاسد. وسيد حمزه كابتن الستايل. ايوه. لا وكلهم والله كابتن. لا فاضل واحد طبعا. فاضل واحد. تريكا. طبعا. تريكا صاحبك. طبعا يا كابتن. لا لو انت مكان تريكا تكمل ولا تبطل؟ دي يا كابتن يعني الناس اللي زي ابو تريكا لازم هو اللي يقول. ما حدش يغصبه على حاجه. هو اللي يقول. بس انت من انصار ان هو قادر. هو قادر يلعب. طب بركات. وبركات طبعا يا كابتن. ده بركات ده يعني لعيب غير طبيعي. يا سلام. طبعا غير طبيعي والله. والله يا كابتن. تحب بركات انت؟ قوي. من لعيبه من الافزاز اللي جم في مصر. طبعا لعبه مختلف، الريتم بتاعه مختلف مع اللعيبه في مصر يا كابتن كمان. بركات. طبعا. طب بتقول ايه بقى على محمد ابراهيم؟ هو قاعد مستني خايف شكلك هتقطع فيه. سحر. انا ما بقولوش غير سحر كده. لا والله. والله. ساحر. ما بقولوش غير سحر. انت علاقتك بالشباب حلوه للدرجه دي؟ واشمعنى الولاد الصغيرين يا شيكابالا؟ عشان دول هم محتاجين ان احنا نساعدهم يا كابتن. زمان كنا بنسمع لما حد من الصغيرين يطلع حد من الكبار يقعد يزعق له ويقعد يخليه ما يلعبش براحته. بس انا اول ما هم طلعوا كنت بخليهم يلعبوا براحتهم في الملعب. انت بتخليهم يلعبوا براحتهم. ما بخليش حد يكلمهم، ما حدش يضايقهم في الملعب. فعشان كده هم كانوا بيطلعوا بصوره كويسه. وانت بتحب كمان ولاد النادي قوي يعني تبقى قريب منهم طبعا. عشان هم دول اللي محتاجين عشان هم دول اللي بيحبوا الزمالك. يعني حتى لو دول ما تديهمش فلوس ما تديهمش اي حاجه، وهتلاقي في الملعب اول واحد بيجي التمرين واول واحد بيتضايق ويروح البيت يعيط ان الزمالك اتعادل ولا خسر. فهم دول اهم حاجه ومش واخدين حقهم في النادي كمان. طيب بمناسبه الفلوس، محمد وعمر قالوا لي انت لحد ما سافرت ما خدتش عقد حتى يوازي عقد ناشئ في انديه اخرى يا شيكابالا. انا اقول لك حاجه يا كابتن. انا بلعب في نادي الزمالك بعقد مزور. يعني مش هقدر اقول غير كده يا كابتن. يعني كاتب حاجه في العقد وبتاخد حاجه ثانيه خالص. ما هو عقد مزور اصلا كده. يعني رئيس النادي طلع يا كابتن قال لك العقد ده شيكا من حقه يقعد مع الناس سنتين. وفجاه قال لك العقد في اتحاد الكوره بنتوثق وكله تمام. وانا باخد عقدي القديم سنه كامله. والله العظيم انا مش فاهم حاجه. وناس في اتحاد الكوره طلعت قالت لا ده العقد ده باطل ما ينفعش. وفجاه راحوا مغيرين كلامهم. فانا عشان انا بحب نادي الزمالك طبعا مش هقدر اروح اشتكي نادي الزمالك. مش انت مش فارقه معاك. ابراهيم فايق عايز اسالك سؤال. استنى ابراهيم عايز اسالك سؤال. قول يا ابراهيم. لا انا بس بمسي على كابتن شيكابالا، بس انا عارف ان هو عنده علاقه قويه جدا ووطيده بتامر حسني في دبي. قدمك على المسرح، فيا ريت لو تقول للناس الموضوع ده. لا تامر حبيبي يا كابتن. كلمني فرحت له طبعا الحفله عشان وكانت حفله حلوه جدا وكان مصريين كتير جدا موجودين. وانبسطنا في اليوم ده. ما زعلتش؟ بس مش زي ما قالوا خالص يا كابتن في مصر اللي فيه مشاكل. ما عملتش مشكله؟ لا خالص. وفي مش عارف عملوا ايه مفيش حاجه خالص. ومفيش الكلام ده خالص يا كابتن. طب زعلته منير منك كده؟ لا ده الكينج ده كده. شيكابالا انت قاعد قد ايه في مصر؟ قاعد 8 ايام يا كابتن. طب خليك جدع تعالى لنا حلقه بقى. طبعا. خلاص؟ ماشي يا كابتن. وعد على الهوا؟ وعد. مبسوط ان انت طمنت الناس. زيدان عامل ايه هناك؟ زيدان ماشي كويس يا كابتن، بس هو ركبته رباط الخارجي كده بس لف منه في الملعب فخرج. وانت بعديها على طول رحت خارج انتوا الاثنين. الشوطه جات لكم يوميها؟ الشوطه جات لنا. الف سلامه والحمد لله على السلامه ومنور مصر يا شيكا. ربنا يخليك يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن. شكرا جزيلا شيكابالا. محمد في 30 ثانيه عايز تقول ايه؟ وعمر في 30 ثانيه عايز تقول ايه؟